7 دقائق لعبنا لحد الآن. توني كروس يرفع الكرة خطيرة من هناك بالراس. بيبي جول. بيبي يفعلها ويسجلها ويفتح مجال التسجيل امام يانو بلاك. جاء بيبي من بعيد، الضربة لم تكن قوية ولكنها كانت في الزاوية اللازمة. بيبي يسجل ثاني اهدافه هذا الموسم للريال، هو الاغلى دون شك عند الدقيقة 7 من انطلاقة المباراة. بيبي فعلها وسجل جول. التوزيعة من توني كروس، بيبي هرب من المراقبة وسجلها بالراس. جول. كرة ثابتة في هذا الشكل أو ركنية قلما تسجل على عناصر فريق اتلتيكو مدريد. هل ضربها بكتفه براسه؟ نعم، ضربها بيبي في الزاوية البعيدة مفتتحا مجال التسجيل للريال. ايفان شافيتش كوكي معاه، هايلة الكرة والانطلاقة السريعة. جول. فعلها جريزمان الخداع الماكر. جول في ال6 دقائق الأخيرة من عمر المباراة. يا له من تمريرة ويا له من جول. يا كايلور نافاس، ماذا فعل بك جريزمان؟ هدف التعديل للأتليتيكو في ال6 دقائق الأخيرة من عمر المباراة. جريزمان يسجل هدف آخر للريال للأتليتيكو وال15. يا له من تمريرة من كوريا على الخط، لم يكن في وضع التسلل، خروج غير موفق من قبل كايلور نافاس، وجول لجريزمان في سانتياغو برنابيو في ال5 دقائق الأخيرة. عدل النتيجة جريزمان أمام الريال. با هدف قاتل. الريال مدريد متحكم في زمام المباراة، كان متفوق. اتلتيكو